السلام عليكم. دخلت فرنسا في 2016، فتعرفت على أصدقاء جزائريين، أخوة خلينا نقول، مو أصدقاء، طيبين جدا. فقلت لهم بدنا نلعب كرة قدم، يعني أنا ألعب بالعادة. والله إيه، قالوا لي نحن نلعب كرة قدم، تعال السبت. أوكي، اتفقنا على موعد محدد، فجينا على هذا الملعب. فأني ما أعرف النظام بالضبط، أعرف النظام العالمي، بس النظام الجزائري له وضع خاص، أحلى نظام، أرجل نظام بالعالم للأمانة. فجايين داخلين من هذيك الجهة اللي وراي هذا الملعب، فشفت ناس يلعبون، تمام، الملعب مشغول يعني. طبيعة الحال نحن كسوريين بدنا نستنى الناس يخلصون لعبتهم لنلعب. فقلت له لواحد من الشباب، حكيم في ناس يلعبون بدنا نستنى. حكيم، تقدر من نيتك خويا، اي جايين نلعب وصاي، يعني الترجمة جايين نلعب وخلاص، يعني ملعب ابونا بدنا نلعب، شاء ام ابهم بدنا نلعب، ما عندهم حل. فالسيستم الجزائري يسعد دينهم غير السيستم كل العالم. ندخل الملعب نلعب مع اي اكيب. هلا اذا لقينا ناس بالملعب ما عندهم حل غير انه اما يطلعوا، او اذا نحن يعني عطفنا عليهم نخليهم يلعبون معنا. طبعا نحن لما اتكلم نحن، انا كسوري بين الجزائريين، كجزائري اتكلم. فندخل، هذا الفيديو للاخوات الجزائريين اكيد راح يفهموني. فندخل، اذا في فريق نقول لهم تلعبون معنا او تطلعون. خلص مباشر احنا نفوت نلعب، نغير الناس تلعب، نغير لباسنا ونلبس بواطنا وفايتين نلعب. داخل اللعبة النظام الفاول، الطالب بفاول فقط اذا طلعت عينك، او انقلع سنة من اسنانك، انكسرت رجلك، اذا جرح بسيط وما في دم كثير، هذا ما يستحق الفاول، تمام. لما ننتهي من اللعبة، اذا ربحانين عادي تمام الامور، اذا خسرانين الروتين هي الخطة ب انه نقتل الخصم ونطلع. فاما نحن نربح باللعبة او نربح بالمعركة، ما في حل ثالث. اذا لقينا ناس يلعبون قبلنا، وكانوا هذول الناس يعني ما بدنا نزعلهم، من جالية قريبة علينا، فيلعبون معنا، اوكي، نساوي، هم يكيبوا نحن يكيب ونلعب مع بعض. باحسن حالاتنا ندخل واحد يفوت حكم، طبعا هم ما بدهم حكم، بس ما عندهم حل يقولون لا، يفوت حكم خلال 5 دقائق ينهي لعبتهم، يسويها ضربة جزاء ويطلعون برا. فالسيستم الجزائري ارجل سيستم بالعالم بكرة القدم الشعبية. وتحياتي لكل اصحابي، الناس اللي يشوفون الفيديو الجزائريين اصحابي راح يفهمون علي تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.